أهلا بيكم، أنا زبدة والنهاردة هعمل معاكم إن شاء الله رقيش بالعجوة إن شاء الله بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا احنا عارفين بقى الشتا بيحب الحاجات دي، يعني طول ما احنا قاعدين كده مع فطار الصبح مثلا وشوية شاي غير الريق أو آخر النهار كده مع شاي العصاري. دايما بنحب كده يعني حاجة بتتقرقش كده في الشتا كل شوية واحنا قاعدين عايزين حاجة نتسلى فيها. يعني كلنا بنجوع في الشتا احنا عارفين. فهنعملها ان شاء الله سهله وبسيطه، تقدري تعمليها ساده او بالعجوه، تقدري كمان تعمليها بالملبن. قد ايه اخده لون تحفه من فوق ومن تحت. وكمان انا استخدمت هنا معلقتين سمنه بلدي كده اتجننت في عقلي وحطيتهم مع المقادير، فمدينهم ريحه تحفه جدا. يا ريت بقى لو لسه مشتركتوش اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بفيديوهاتي الجديده. وادي المقادير اهي عشان تاخدوها سكرين، ويلا بينا نبدا في الطريقه بتاعتنا. عندي كيلو من الدقيق طبعا لكل الاستخدامات، عليه 3 معالق كبار سمسم محمص، 3 معالق كبار نشا، وهننزل بالخميرة والسكر ورشة من الملح ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. وهنقلب كل مقاديرنا دي الجافة على بعضها تمام. بعد كده هننزل بالمادة الدهنية، عندي 450 جرام. انا يعني خليتها خليط من السمنة على الزيت تمام. ممكن تحطي 200 جرام زيت و250 سمنة، انا عملت كده. او تقللي كمية السمنة عن كده زي ما تحبي. السمنة بتديله طعامة كده ونعومة، والزيت بيديله قرمشة. هرص العجين كويس جدا لغاية ما يشرب معايا المادة الدهنية، وبعدين أبدأ أنزل بالمية بتاعتي، مية دافية، لغاية ما تديني عجينة كده طرية ومش بتشقق. وكمان العجينة تكون مهم ان هي ما تكونش بتدي عرق معاكي بتمط، يعني اول ما تنزلي بالمية ما تعجنيش وتلتي فيها كتير تمام. انا عايزاها تكون بتقطم معايا. انا ريحتها شويه، سبتها شويه يعني في الفرن كده دافي. وبعدين هبدا اخد العجين بتاعي بين كيسين تلاجة كده، قطعه بقطعه كده، ابدا افردها، اضغط عليها الاول بالنشابه عشان تتفرد بسهوله، لان احنا عارفين في الشتاء العجين بيبقى يعني صلب شويه في ايدينا، علشان طبعا الماده الدهنيه بتجمد فالعجين بيجمد معانا. لما بتبداي تحركيه بين ايديكي وتطريه كده بيطرى معاكي تاني. هبدأ اخد العجين واكمل بقية العجين بتاعي واضغط عليه، علشان طبعا عايزة العجينة تكون مفرودة بحجم الكيس كله تمام. هبدأ اخده بقى تاني افرده تاني بالنشابة لغاية ما يديني كله سمك واحد. مش عايزاه يبقى سميك قوي علشان لسه هيختمر طبعا وحجمه هيتضاعف. هبدأ اضغط بعد كده بالنشابة واسويه كويس جدا، وهجيب كيس تاني افتحه واعمل نفس الحكاية كده. اخد نفس العجين برضو جزء من العجين، هساوي العجينة طبعا بتاعتي بالقطاعة او بسكينة عشان اي زيادات فيها اخليها على قد الكيس بالظبط تمام. علشان لما افرد برضو العجين التاني اخليه برضو على قد الكيس بالظبط، وكمان العجوة نفس النظام عشان تسهل لي التشكيل معايا. ده اسهل ما اخد قطعة بقطعة من العجين وابدأ احشيها واقفلها وابططها وارجع مش عارفة اقطعها، لا كده اسهل بكتير. هبدأ اعمل الجزء التاني كمان من العجين بنفس الطريقة. وكمان العجوة عندي نص كيلو من العجوة، خدته عليه معلقتين سمنة او معلقة سمنة او زيت او زبدة الموجود عندك، ومعلقتين من السمسم، وهبدأ اخدها برضو بين كيسين افردها بنفس الطريقة، واشيل برضو الزيادات اللي عندي واخدها بقى بعد كده احطها على العجين بتاعي او بين العجين بتاعي. هجيب بقى الطبقة الاولانية من العجين، مطرح بس متنات الطبقة ابدأ افردها تاني بالنشابة، وابدأ اخد العجوة بتاعتي افردها على العجينة قدامي، انزل بيها كده بالراحة وابدأ اظبطها على قد العجين بالظبط، واشيل اي زيادات. وبعدين اجيب طبقة العجين التانية اللي احنا فردناها افردها برضو، احطها على طبقة العجوة دي بنفس الطريقة. الاكياس بتسهل طبعا ان انا احط العجين على بعضه تمام. خلاص هبدأ بعد كده احط العجين واسويه على بعضه، وبعد كده لو في زيادات برضو هشيلها بالسكينة. انا احط الكيس كده وافرد علشان مش عايزة السطح بتاعه يبقى فيه اي تعريجة، عشان يبقى ناعم كده ويبقى بعد ما يستوي في الفرن يبقى شكله حلو تمام. هبدأ اقطع الزيادات، وبعدين ابدأي قطعي بقى بقطعة البطاطس المشرشرة دي او بسكينة عادية الموجودة عندك قطعي بيه. ممكن تعملي الشكل اللي انا هعمله ده اللي هو الصوابع، او تعملي مربعات زي البسكوت، او تعملي مثلثات زي ما تحبي. التقطيعه دي بقى بتاعتك انتي. هبدأ بعد كده بعد ما هقطعه، بس هي هنا في خطوة كنت المفروض اعملها وانا نسيت. كان المفروض ادهنه كله الاول بصفار البيض قبل ما اقطعه، عشان يبقى يعني دهنته كله دفعة واحدة تمام. لكن انا قطعت ونسيت بصراحة، فهبدأ بعد كده ادهنه وارشه بالسمسم. هاخد جزء العجين اللي بقى عندي من غير حشوة، ابدأ برضو افرده بين الكيسين واقطعه بالحجم الصغير ده او بحجم الصوابع الطويلة زي ما انت عايزة، برضو التقطيعة دي ترجع لك.
طبعا هغطيه بعد كده بعد ما ارصه في الصاج، مش هدهن الصاج اي حاجه لانه في ماده دهنيه كافيه فمش هيلزق معاكي. هبدا بعد كده اغطيه بكيس واسيبه يخمر شويه، وبعدين اجيب صفارة بيضه من نقطتين فانيليا، واخفها بمعلقه ميه كده. انا عايزه الصفار بيتي يبقى خفيف مش سميك قوي عليه علشان يديني لون هادي كده. تمام. وممكن تحطي معلقه خل معاه. هبدا ادي دهنه صفار وارش السمسم بعد ما ادهن على طول عشان يلزق معايا. يعني مش تدهنيه كله وبعد كده تبداي ترشي، لا، هتلاقي الصفار نشف وملحقش يلزق معاكي السمسم. هدخل الفرن سخن طبعا على 180، وهتابعه على الرف الوسطاني لغايه ما يبدا يلون معايا. هو اخد حوالي تلت ساعه، نص ساعه ل5 دقايق، يعني مش هيزيد عن نص ساعه. طبعا كل فرن حسب درجه حرارته. قد ايه اخد لون حلو جدا من تحت ومن فوق. كمان ريحه السمنه البلدي عامله له ريحه رهيبه. عامله شغل جامد بصراحه. وناعم معايا وتحفه جدا. انت بس هنا هتلاحظي وانا بقطع لك دي، هتحسي ان هي معجنه من جوه شويه، لكن هي مش معجنه، لكن هي لسه سخنه معايا ما بردتش. طبعا كل ما هيبرد كل ما هيبقى قرمش معاكي وهيبقى احسن. طبعا مش هشيله من الصاج خالص غير لما يبرد. شايفين بقى دي لونها تحفه وذهبي من جوه ازاي. اتمنى الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم، تعملوها بقى وتكتبوا لي رايكم ايه في التعليقات. ولو لسه بقى مشتركتوش يا حلوين، روحوا اشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد. واستنوني ان شاء الله في فيديوهات جايه. اشوفكم على خير. سلام.